اهلا بكم في فيديو جديد في دروس التوزيع الموسيقي من عالم المهرجانات. النهاردة هنتكلم او هنشوف ازاي هنعمل كوردات بشكل احترافي للناس اللي هي بتشتغل في المهرجانات او الناس اللي هي مبتدئة في صناعة المهرجان. هنبدأ ان احنا هنخش على اي صوت بيانو. نفرض ان انا مثلا هختار الصوت ده، طبعا اي بلاجر عندك تقدر تشتغل عليه بصوت بيانو. دي كوردات انا بلعب من الطبقة ديت للناس اللي هي ما عندهاش اورج ميديا، تقدر ان هي تعزف بالكيبورد. ده كده كورد، ده كده كورد. طيب الناس اللي هي هتقولي طب ده مكانهم فين في الكيبورد؟ هتلاقي البي بي تقيلة والاي والواي، وكذلك هتنزل كده نفس العد التنازلي على نفس المستوى بتاع الكيبورد. فالموضوع سهل جدا. ممكن لو هتلعب الطبقة اللي تحت نفس الطبقة اهي من المشط اللي تحت في الكيبورد. طيب لو حسيت ان انت تهت بالنسبة للكيبورد، تقدر تجرب الزراير بتاعة الكيبورد وتشوف دي مثلا انو نغمة، وتبدأ تجرب كده. طيب انا عشان اخلي الكوردات بتاعتي بشكل احترافي اكتر، هبدأ ان انا اعمل كده. طبعا هي بتختلف من مود لمهرجان لمهرجان، عشان بس ناس ما تجيش تقول لي تبقى قاعدة اساسية. ده مثلا كده بيتسمى ان ده كده كورد. طيب طبعا انا ليه عملتها نون؟ عشان تبقى الحركة معايا حرة واقدر ان انا اصغر براحتي. وبعد كده ارجعها 1/4 عشان لما اجي احرك يتحرك على المربع نفسه، ما يتحركش عشوائي في اي حتة. طيب انا مثلا عامل كورداتي بالشكل دوت، بس عايز في نفس الوقت احسن. ممكن اديها برضو كورد تاني من اي صوت. نفرض مثلا انا دلوقتي عايز اظبط الصوت بتاعها، هعمل ايه؟ مثلا هنجيبها كده على حسب السرعة اللي احنا عاملينها. عايز اظبط بقى ايه؟ المسطرة بتاعتي. هبدأ ان انا في فلتر، طبعا الاي كيو. بعد كده بتختار مثلا الريفيرب. حاول نوطيه برضو سنة كده. وفلتر مهم جدا اسمه فروتي ستيريو، ده بيخلي الصوت استيريو في السماعات، يعني كل صوت طالع بقوته، كل سماعة طالعة بقوتها. لو لابس هيدفون يعني هتسمع ايه اللي بيحصل. انا كده مثلا ظبطت صوتها. طب انا مثلا عايز اطفي هنا للناس اللي هي ما تعرفش حاجة عن انا هنا عايز اشيل صدى الصوت اللي هو موجود فيها اصلا. ممكن نديها سنة ديلاي، ده برضو ديلاي حلو قوي. تقدر تحط السرعة بتاعت الايقاع بتاعك هنا اهو، تيمبو. انا مثلا هخليها، يعني ده بيسهل عليك التردد بتاع الديلاي.
وهنا بتقلل. طيب انا مثلا عملت دي كده، وحابب اعمل لها مثلا ايقاع مثلا كده عشان نجرب بس. طيب ده مثلا كده شكل. ممكن برضو نعمل دي كده، وممكن نعملها برضو كده. حبيت ان انا ازود المسافة كده. طبعا الموضوع سهل جدا مش معقد. طيب كده الموضوع سلس معانا وسهل وايزي خالص. في برضو ان انت عايز تطلع الارضيات من الموضوع دوت. هنبدأ ان احنا مثلا نختار اي صوت آلة، نفرض بيورتي عشان يبقى خفيف. انا بشوف عشان اطلع الارضيات بشوف اقل طبقة انا بادئ منها الكورد، دي اقل طبقة انا بادئ منها الكورد، ودي اعلى طبقة فيها الكورد. فانت هتحط الارضية هنا يا هتحطها هنا. فخلينا نلعبها مرة من ال E5 او من ال E4 من ال A5 او من ال A4 او من ال A3. المهم تكون في ال A، او هتلعبها لو من ال E6 او من E7 او من E4 او من E3 حسب. مهم تبقى برضو عند ال A عشان ما يبقاش في خلل ونشاز. طيب نفتح كده نشوف كده صوت بيانو مثلا الصوت دوت. هتفهم يعني ايه ارضيات دلوقتي اهي. ده مثلا صوت ارضية بيبقى من تحت كده الكورد بيسخن الدنيا. هنبدأ نسمعه كده مع بعض.
معايا شوية كده. ممكن تخليها كده. طب انا مش عايز العب من الطبقة العالية دي، عايز العب من الطبقة المنخفضة كده مثلا. طيب انا عايز العبها من اعلى طبقة في الكورد مثلا اللي هي الاي 6. انا بس بعلمك ازاي تجيب الطبقة بتاعت الارضية عشان تفضل ان انت ماشي معاها. يا اما بتجيبها من اعلى طبقة في الكورد يا من اقل طبقة في الكورد، وطبعا بتختار. يعني انا مثلا هنا اي 6 ممكن اخليها اي 4 مثلا عادي، حسب الطبقة اللي انت حاطط منها الكورد بتبدأ ان انت تحط الطبقة بتاعت الارضية. طبعا ملاحظة كمان، يعني مش ده الشكل بس اللي بيتحط كأرضية، بس ده شكل من ضمن الاشكال. طيب ايه الشكل اللي احنا ممكن نغيره ونخليه بشكل تاني؟ ممكن كده مثلا. وفي ممكن تعمل كده. وفي اللي هو ممكن تعمل كده. وفي اللي هو ممكن تعمل كده برضو. فالموضوع عندك انت بتقدر ان انت تتحكم فيه براحتك وبخيالك، بس اهم حاجة تعرف الطبقة عشان ما يبقاش فيه خلل وانت بتسمع. يعني ما ينفعش انا هنا ابقى حاططها على الطبقة دي مثلا. يعني بص، لو انا حطيتها على الطبقة دي حس ان في حاجة غلط. طب لو حطيتها كده، طب لو حطيتها كده، كده في خلل، كده مش ماشية خالص، كده ماشية. طب لو جينا حطيناها على الكورد اللي في النص مثلا اهو، بس نخليها اي، هتشتغل برضو معاك، بس هو الاحسن انت بتاخدها من اقل طبقة من الكورد عشان بتبقى متناغمة مع الايقاع بتاعك. يا رب يكون الشرح بتاع النهاردة فاتكو، واكون ان انا عرفتك بعض المعلومات البسيطة اللي هي هتقدر تساعدك. يعني في ناس ما تبقاش عارفة ازاي تطلع ارضيات او تعمل الموضوع ده وازاي تطلع النوتة بتاعته، فهي بتطلعها من الكورد من اقل طبقة في الكورد بتاعك او من اعلى طبقة في الكورد بتاعك. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.